السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جاي لكم بفيديو جديد، وبالتالي جاي لكم بوصفه جديده. هي بصراحه مش وصفه، هم وصفتين بس وصفتين اقتصاديتين. طبعا الفيديوهات دي فيديوهات من رمضان يا جماعه. انا كنت مصوراها في رمضان، انا من بعد رمضان والله ما صورتش اي حاجه. فزي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض طواجن بس طواجن اقتصاديه. هنعمل طاجن باميه، وكمان هنعمل صينيه البطاطس دي. بصراحه والله جميله جدا وطعمها حلو قوي. انتوا لو جربتوها هتعتمدوها على طول. انا دايما ولادي بيطلبوها مني وبيحبوها جدا، احسن من البطاطس المحمره، وطبعا مش بتاخد زيت كتير يعني. فنبدا كده نسمي الله ونشوف هنعمل ايه في الفيديو بتاعنا. معايا كده حله على النار، حطيت فيها حوالي معلقتين كبار كده من السمنه. وبعد كده معايا بصلايه مقطعاها كده زي ما انتوا شايفين. هنزل بالبصل على السمنه كده، يدوب ايه البصل يعني يصفر معايا، ياخد لون فاتح كده، ياخد تحميره فاتحه كده وشكلها حلو زي ما انتوا شايفين. ومعايا هنا دي معلقه شطه خضراء بس حاميه، حطيتها برضو ايه على البصلايه، لان الباميه بتحب تكون يعني شطشطه شويه يعني. وبعد كده هنضيف بقى التوابل اللي معانا كلها على البصل كده. كمون، ومعايا كزبره ناشفه وكمون، وكمان ايه حاجه بسيطه كده من الايه من البابريكا، بحيث ان هي برضو ايه تظبط معانا اللون يعني. واقلب كل التوابل كده مع البصل وسخن كده. بتفرق يا جماعة على فكرة، لما تحطي التوابل على اي حاجة بتقليها كده بتبقى حلوة وريحتها حلوة وطعمها حلو. ومعايا طبعا دي الطماطم دي انا كنت مفرزاها يعني حوالي ايه كوبايتين كده من عصير الطماطم. وطبعا ايه زودت كده معلقتين من الصلصة، برضو الصلصة دي انا كنت مفرزاها معاكم. وسبتها كده لما اتسبكت خدت تسبيكة كويسة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى ايه معايا الباميه. بتاعه الباميه دي طبعا انا كنت مفرزاها معاكم. فهبدا انزل بالباميه كده وهي مجمده كده وبتلجها على الطماطم لغايه ما تفك من التلج بتاعها، بحيث ان هي تاخد من التسبيكه وتبقى طعمها حلو كده وريحتها حلوه، وتضيع ريحه الفريزر. يعني ما تحط الباميه كده في التسبيكه تضيع ريحه الفريزر وريحه التلج يعني. وبعد كده بقى بعد ما قلبتها تقليبه كويسه هزود بقى ايه ميه سخنه زي ما انتوا شايفين، واحط الملح بتاعي. انا طبعا ضايفه التوابل كلها على تسبيكه الطماطم وعلى البصل يعني، وعلى تسبيكه الطماطم هبدا احط الملح وهدي عليها النار واسيبها بقى ايه مع نفسها كده ايه تتسبك واحده واحده. بعد كده ايه الوصفه اللي معايا التانية، طبعا هي وصفه بسيطه جدا ومش مكلفه خالص، وكمان والله مش بتاخد وقت. معايا بطاطس، طبعا كميه البطاطس اللي انتي عاوزاها، وقطعتها كده على الطويل شرايح، بس شرايح يعني تخينه سميكه شويه، مش رقيقه زي بتاعه القلب. وبعد كده هعمل لها ايه تتبيله كده عباره عن معلقه بابريكا ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه كمون زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو ايه هحط لها ايه حاجه صغيره كده هرسه شطه يعني تعزز معانا اللون وكمان الطعم، وتخليها برضو سبايسي شويه. انت مش حابه تحطي هرسه شطه ما تحطيش، ما فيش اي مشكله. وحطيت برضو حوالي ايه حاجه بسيطه من الملح، لان هرسه شطه فيها ملح. ومعايا طبعا ايه الزيت بتاعي، هحط برضو حوالي معلقتين كده من الزيت. طبعا هي بتبقى مقرمشه كده من بره وبتبقى طريه من جوه البطاطس دي، وبتبقى طعمها حلو قوي. يعني بجد بيبقى طعمها حلو يعني. انا ولادي او بناتي يعني بيطلبوها مني على طول. اه يا ماما البطاطس دي جميله قوي، طب اعملي لنا يا ماما بطاطس. ساعات بعملها طبق يعني رئيسي مع مثلا حاجه ناكلها بعيش، وساعات بعملها برضو طبق جانبي كده جنب الاكل، بتبقى جميله قوي. المهم يعني بديل البطاطس المحمره يعني. وهبدا بقى ايه التتبيله اللي معايا دي، هبدأ ايه اضيفها كده على البطاطس واقلب البطاطس تقليبه كويسه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين يعني البابريكا مع هريسه الشطه ادت لون جميل قوي مع الزيت، اللمعه بتاعت الزيت. وهزود لها شويه ايه ميه صغيرين مش ميه كتير يعني، لان هي مش هتاخد سوا ولا هتاخد وقت على النار يعني. وهجيب بقى ورقه فويل زي ما انتوا شايفين، وهبدا اغلف البايركس بتاعي كده بالايه بالفويل. انت ممكن في الوقت ده تدخليها في الفرن وبعد كده تحطيها تحت الشوايه لما تستوي، لكن انا هحطها على عين البوتاجاز كده، لان يعني الموضوع مش مستاهل يعني. بس طبعا عشان ده بايركس حطيت الشياطه بتاعه الرز، بحيث ان البايركس ما يتحطش على النار مباشر ويفرقع في وشي يعني. فطبعا ايه خدت حوالي نص ساعه كده على نار متوسطه، بقت بالشكل الجميل ده. هنركنها بقى كده على جنب ونشوف الباميه بتاعتنا، لان احنا ايه طبعا هندخل الباميه وهندخل البطاطس ونحطها في طواجن ونحطها في الفرن، تاخد طبعا ايه تسبيكه الفرن وتحميره. فطبعا هنا ايه الباميه تقريبا استوت، فانا هعمل لها بقى ايه طشه كده زي طشه الملوخيه. بتبقى جميله قوي، باميه بالدقه كده او دقيق الباميه دي بتبقى حلوه قوي.
فطبعا معايا طاسه كده على النار فيها برضو حوالي معلقه سمنه. يا دوبي معلقه السمنه تسخن، بعد كده هنزل بقى معلقه كبيره من التوم المفروم معايا. وبعد كده معايا قرن فلفل، ممكن تحطي فلفل حامي او ممكن تحطي فلفل بارد، بس لما تحطي قرن الفلفل بصراحه الباميه هتفرق معاكي وطعمها هيبقى جميل ومختلف يعني. فانا كنت حاطه فلفل حامي في الاول مع البصل، فهحط هنا قرن فلفل بارد. ممكن لو عندك فلفل احمر قرون تحطي قرن فلفل احمر، بتبقى جميله قوي. وبعد كده معايا كزبره خضراء زي ما انتم شايفين انا مقطعاه. هبدا احط برده كزبره خضراء على الثوم، على تقليه الثوم دي بصراحه يعني هتخلي ريحه بقى وطعمه، وهتخليك الباميه بتاعتك في حته تانية، والله هتخليها جميله قوي وطعمها حلو. وهنزل بقى بالتقليه اللي انا عملتها كده واغطي على طول الحله واسيبها تغلي غلوه كده. بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني بجد حلوه والله، وريحتها طالعه بقى مش عاوزه اقول لكم. هبدا اجيب بقى اي طاجن عندك بيركس كده او طاجن فخار يعني، وهبدا بقى ايه احطه فيها كده علشان زي ما قلت لكم. يلا حطينا قرن فلفل اخضر يعني لزوم الشكل العام يعني، تزيين يعني مش اكتر. وبعد كده ولعت بقى الفرن بتاعي وهحط صينيه البطاطس اللي انا عملتها برضو تحت الشوايه تاخد ايه تشميعه كده. وكمان انا ما ولعتش الفرن يعني من تحت، انا ولعت الشوايه بس. الباميه بقت معايا بالشكل ده، خدت تحميره بسيطه كده ولون جميل قوي تحت الشوايه، يعني خلاها شكلها حلو. شايفين عامله ازاي؟ يعني حاجه تفتح النفس والله. في اليوم ده احنا اكلنا اكل يعني، كنا زي قلت لكم الفيديو ده انا كنا مصوراه في رمضان. فالاكل النواشف او العيش يعني فعلا بتاكلي وبتشبعي. فاحنا في اليوم ده اكلنا اكل. ودي البطاطس طبعا بعد برضو ما اديتها وش تحت الشوايه، شبه البطاطس اللي بنجيبها يعني من بره كده، طريقه زي ما قلت لكم من جوه مقرمشه من بره، وكمان طعمها حلو قوي. وبقت معايا بالشكل ده حلوة جميلة جدا. رشيت كده رشة كزبرة بحيث يعني برضو شكل يعني مش اكتر. مش حابة انتي تضيفي الخطوة دي ما فيش اي مشكلة، بس هي تديها شكل حلو كمان طعم حلو. بجد يعني الاكلة دي والله احلى من السمك واحلى من الفراخ، وصفة اقتصادية وكمان شكلها حلو. وحطيناها في طواجن، طواجن دي ولا مش طواجن يا متعلمين يا بتوع المدارس. وطبعا العيش اللي احنا كنا عاملينه في رمضان مع بعض، اللي هو العيش الكماج وكمان الرقاق طبعا، حاجة بقى مع الأطباق دي مش عاوزة أقول لكم. وطبعا عملت طبق سلطة، وكمان ده الزيتون اللي احنا كنا عاملينه مع بعض طبعا في فيديو من الفيديوهات. وفي اليوم ده انا كنت عامله عصير جوافه، حطيت العصير الجوافه في الازاز زي ما انتم شايفين كده. والله كانت يعني اكله بسيطه جدا بس كانت جميله قوي، وكلنا وشبعنا والحمد لله، وكله فضل ونعمه من عند ربنا. فيا ريت بجد تجربوا الوصفه دي. حتى البطاطس دي ممكن تجربوها في فطار كده لاولادكم، او ممكن تجربوها كسندوتشات يعني وجنبها كاتشب او حاجات من دي. والله او اي حاجه او اي نوع سلطات يعني كاتشب او طحينه او اي حاجه وتعملوها في السندوتشات، والله بتبقى جميله جدا. والناس بقى اللي طلبت فيديوهات اقتصاديه، هي دي فيديوهات اقتصاديه. يا ريت بقى تشتركوا عندي في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.